مصطفى شلبي عمل مشكله بعد ما طلع واتنرفز على لاعب من الفريق، لاعب صاحبه من الفريق، بعد ما طلع قدام ماتش بلاك بولز لما تم استبداله طلع اتنرفز على واحد من الفريق وكده. والكابتن عبد الواحد السيد طلع عليه الكلام ده، وقال في اخر الكلام ليه بقى ان هو عمل كده ومش هيتعاقب. مش هيتعاقب ليه يا حبيبي؟ علشان احنا واكلين عيش وحلاوه مع بعض في الامارات. احنا الاتنين كنا محبوسين مع بعض، فمش هينفع، ده احنا اصحاب زنزانه واحده. هعاقبه ازاي؟ هيبقى ليا وش عاقبه ازاي؟ ليه ما ينفعش يتعاقب؟ فده الفرق يا جدعان بين الاهلي وبين الزمالك. لما مدير كرة هنا يطلع يقول لك الكلام ده، وعندنا مدير كرة اي لاعب يعمل مشكله مع واحد تاني ويكون غلطان غرامه مليون جنيه، هو ده الفرق. هو ده الفرق. مش هكلمك على مبادئ لان المبادئ اتجزأت في كل حته، ولكن بكلمك على نظام. هو ده الفرق بيني وبينك بقى. ده اللي بيخلي لعيبتي بعد كده تنتج وتجيب بطولات، انما ده اللي بيخلي بقى لعيبتي بيبقوا حصالات. فهمت يا اسطى الفرق؟ وصلت ولا انت على الله حكايتك؟